لهانا بس سويت هاي المقبلات كلها واحدة أطيبة من الثانية. كلش أنصح أهل المشاريع يطبقونها بعملهم. إذا سويتيها الخطارش راح ترفع راسك والكل راح يسألك على طريقتهم. فالنوع الأول راح يكون لهانا بنفسجية وعصير ليمون وملح ولبن وبس. أما النوع الثاني نفس المكونات بس باللهانة البيضاء، وراح أضيف عليهم حمص معلبات أو حمص مسلوق. والنوع الثالث لهانة بيضة ورشة ملح وخاشوقة مليانة من النعناع المجفف وخاشوقة حبة السودة ورشة زعتر وعصير وبرش ليمون وخاشوقتين من زيت الزيتون. والنوع الرابع راح يكون لهانة بنفسجية وبيضة وجزر وبرش قشور الليمون، وإذا موجود عندك خيار تطلع بعد كلش أطيب، وعصير ليمون وصوص وكاتشب ودبس الرمان ونعناع وكمون وملح، وآخر شي جزر ولهانة بيضة وخاشوقة كشمش وخاشوقة عسل وروبة ومايونيز وشوية من الملح. وبهالشكل جهزت عندك أطيب وأسهل وأسرع مقبلات تحضريها للفطور. علينا وعليكم بألف عافية.